المحل ده بيفتخر ان هو واخد 4 مرات كاس العالم للبانجو. معجون سنان بانجو، جل شعر بانجو، مصاصات بانجو، مشروب البانجو الطبيعي، كوندومز مخصوصه معموله بالحشيش. واذكى حاجه شفتها هنا ان هم عاملين جهاز لو انت مثلا شغال دكتور في مستشفى، شغال مش عارف فين، ما تضربش بقى قدام الناس سيجاره حشيش كده خابور، لا تاخد عندك بخاخه كده، عاملين لك فيبنج على شكل بخاخه عشان خاطر تضربها تنزل حشيش في صدرك او البانجو في صدرك وتعيش حياتك ومحدش ياخد باله انك انت بتحشش. ملايين شافوا الفيديو اللي فات واستعجبوا ازاي هولندا بجد مملكة الحشاشين وبلد الكيف، وان الحشيش والبانجو قانوني 100%، والحكومة الهولندية هي الوحيدة المتحكمة في تجارته، وعاملة آلاف الغرز في كل الشوارع عشان أي حد فوق 18 سنة يشتري حشيش وبانجو أصلي مضمون 100% ومحدش يقدر يغشه. الموضوع ما وقفش عند كده بس، أي حد في هولندا مسموح له يزرع حشيش وبانجو في بيته بشرط إنه يكون استخدام شخصي مش للتجارة، والحكومة موفرة محلات مضمونة لبيع مئات الأنواع من أجود وأفضل بذور الحشيش والبانجو. الهولنديين بيستخدموا البانجو والحشيش في كل حاجة حرفيا، حتى الشامبو والكريمات والشاي والقهوة والحلويات والبسكوت والحاجة الساقعة. ده وصل بيهم الحال انهم بيلبسوا لبس وشنط وجزم مصنوعة من زرعة الحشيش والبانجو. اهلا بكم كلكم في فيديو جديد. احنا حاليا في امستردام عاصمة هولندا وعاصمة الغرز. يعني ايه عاصمة الغرز؟ يعني الكافيهات اللي ورانا دي في كل حتة في هولندا لما تلاقي كافي شوب اسمها غرزة. يعني ايه غرزة؟ يعني كافي شوب عندنا في بلاد العالم الطبيعية بتدخل تشرب شاي، قهوه، كابتشينو، فرابتشينو، مش عارف ايه. لكن هنا في امستردام او في هولندا لما بتدخل جوه كافي شوب من الكافي شوبس دي معناها انك انت بتدخل غرزه تشرب حشيش وبانجو، كله قانوني وكله بما لا يخالف شرع هولندا. الجميل هتلاقي كافي شوب وراه كافي شوب تاني نفس الكلام، تدخل تعيش حياتك، تتبسط، تهيص، تشرب، تعيش حياتك. تعالوا بقى الغريب هنوريه لكم. الناس هنا بتفتخر ان هولندا فيها احسن بذور للبانجو والحشيش في اوروبا كلها. المحل ده واخد كذا كاس عالم في نقاء وحلاوة وقوة ويعني جودة بذور البانجو والحشيش. تعال نشوف المحل ده عامل ازاي هنا في وسط امستردام. ندخل جوه المحل نلاقي نفسنا دخلنا في عالم مختلف تماما عن العالم اللي بره. العالم هنا عالم البانجو، عالم الحشيش، حاجه يعني للناس اللي بتضرب الحاجات دي ايه يعني دماغ الدماغ. المحل ده بيفتخر ان هو واخد 4 مرات كاس العالم للبانجو. تخيلوا لما واحد ياخد كاس العالم للبانجو 4 مرات لأنقى وأجود أنواع البذور اللي عنده. دي لستة الأسعار ولستة البذور اللي عنده، كمية بذور يعني شوف كام نوع، وكاتبين لك جنبها مش عارف ايه واخد الكاس، ده واخد الكاس، ده واخد الكاس، ده واخد الكاس. عندهم يعني حاجة جميلة جدا. كل حاجة في الليستة دي هنلاقي البذرة بتاعتها موجودة هنا، هنلاقي نفس النوع، هنلاقي نفس الحاجة، بذور 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 بذور، وأسعارها يعني هنا بالنسبة للهولنديين في متناول الجميع. خد يا ابني بذرتك، ازرع زرعتك، ازرع البانجو بتاعتك، وازرع حشيشك، وعيش حياتك، كله ليجل وكله قانوني. جميع انواع البذور زي ما احنا شايفين هنا. وهنا عمنا بوضه اللي بيشرب ده بيقول لك ده نوع جديد عندهم، بوضه برضو للبانجو، بانجو بوضه. عندهم انواع كتيره جدا، بابل جام مش عارف ايه. عندهم نوع تاني تحت برضو اسمه سوماز سيدز، ده برضو بتاع واحد كده كبير في السن وبيقول لك يعني محشش عظيم العظمه. نسيب البذور ندخل على المنتجات التانيه اللي موجوده في المحل هنا. معجون سنان بانجو، جل شعر بانجو، كريمات للبشره وللوش ولتفتيح البشره وتفتيح مش عارف ايه، نفس الموضوع بانجو. شامبو وكونديشنر يعني بلسم وشامبو نفس الكلام. جميع بقى الانواع الزيوت اللي تتخيلوها ولا تتخيلوها عشان خاطر الوجع وعشان خاطر الالام وعشان خاطر الايدين مثلا لو متشققه، عشان خاطر الشعر، عشان خاطر بيقول لك يطلع الشعر لو واحد مثلا بيصلع عايز يطلع له شعر. يقول لك كل حاجه عندهم هنا. صابونه بدل ما كده ما تجيب صابونه بتاعت مش عارف ماركت ايه ولا ايه، تجيب صابونه حاجه جميله حشيش ولا بانجو. وصابون سائل
شامبوهات وشاور جيل كمان عشان تنظف نفسك بالليفه، تعيش حياتك، تبقى انت كده ايه، الناس هنا عالم المحششين صحيح. نسيب من ده ندخل في قسم الاطفال. انت ازاي تبقى محشش وضارب بانجو وضارب حشيش واطفالك عاديين؟ لا، تجيب لهم مصاصات، تدخل كده على اصحابك مثلا، تدخل تهديهم بمصاصات حشيش، كنابس، لولي بوبس، مصاصات بانجو، جميع بقى الانواع والاشكال، عندنا بالفراوله، بالمانجا، بالليمون. صندوق المصاصات برضو 100% كنابس اويل، يعني 100% معمول من الزيت بتاع البانجو اهو. مصاصات زي الفل، حاجه جميله. محل ريحته يعني صعبه بالنسبه لنا عشان احنا ما بنشربش الحاجات دي، ما بنشربش سجاير، ولكن ده قسم المصاصات. ده قسم القهوه، عندهم قهوه بالبانجو، شاي بالبانجو، شاي، انواع الشاي اللي بالبانجو عندهم هنا. كل ده شاي بقى بالبانجو، بالبرتقال، شاي بالبانجو بالليمون، شاي بالبانجو مش عارف بالاناناس. الانرجي درينك، عارفين ريد بول والحاجات بتاعتنا اللي بيدونا طاقه، مشروب طاقه يعطيك جوانح. هنا مشروب البانجو الطبيعي عشان خاطر تشرب، يديك طاقه ويسطلك في نفس الوقت، حاجه كده ايه، الله ينور يعني. خارج مع اصحابك في حته، عايز تتفسح، عايز تعيش حياتك، عايزين حاجات عشان تديكوا طاقه، تضرب ايه، كوكيز بانجو بجميع النكهات. ولو ما بتحبش الشوكولاته ممكن يدوك كمان ابيض بالابيض، وحاطين حتى عليها زي ما انتم شايفين كده المنظر، حاطين عليها اللوجو بتاع البانجو. ركن ورق البفرة، تلاقي جميع انواع ورق البفرة اللي تتخيلوه لا تتخيلوه. واهم حاجة كمان هنا طبعا للناس اللي بتضرب سجاير البانجو والحشيش، ان هي يبقى عندها علبة بلاستيك زي كده تحط فيها الخابور اللي هيشربوه، يحطوه جوه ويقفلوا عليه عشان خاطر لو عايزين يكملوه في وقت تاني، او عايزين يشربوه مثلا لفوها عايزين يروحوا في حته تانية. كنت هقول ان هو يلفوه لو البوليس نط عليهم يمشوا، بس هو هنا في هولندا الموضوع قانوني تمام يعني ممكن وانت بترول كده سيجارتك وبتظبط امورك وعايز تضرب يعني سيجاره البانجو او الحشيش، لا، راجل بتاع الشرطه جاي بيخمس معاك تشفط انت شفطه. يعني الشرطه والشعب هنا ماشيين على نفس الحاجه، ان القانون هنا بيسمح تماما بسجاير الحشيش والبانجو. ولكن الغريب ان انا لقيت ان الناس هنا كمان ما تقدرش تستغنى عن البانجو والحشيش حتى في الكوندومز. يعني دي علبه كوندومز مخصوصه معموله بالحشيش. ايس كريم بالبانجو عشان الناس في الصيف يلحوسوا ويعيشوا حياتهم ويقدروا يعني بين السيجاره والسيجاره ياكلوا ايس كريمايه تديهم طاقه عشان يعرفوا ياخدوا سيجاره حشيش تانية. حتى اللبس عملوه من زرعه البانجو، كاتب لك 55% من زرعة البانجو و45% من القطن. التيشيرتات دي معمولة كلها كده نفس الكلام، بيقول لك بيعملوها منها. ومش بس التيشيرتات والمنتجات، لكن الحزمة، يعني هذه حزام اهو نفس الكلام، ريحته كده ايه، حاجة جميلة. تعال ندخل كده نلاقي الشنط معمولة بيور، مش داخل بقى في قطن ولا مش عارف ايه، كلها بيور معموله من الياف زرعه البانجو والحشيش. نفس الكلام هنا، نفس الكلام، كل المنتجات دي. اعتقد بعد ما شفتوا المحل ده كل واحد فيكم هيجي هولندا ويلاقي الناس مسطله في الشارع واقفين بيعملوا كده وبتاع، هيعرف ليه. لان الحشيش والبانجو للهولنديين اسلوب حياه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حجاجوفيتش، تعملوا فولو، وصفحتنا الرسميه على اليوتيوب حجاجوفيتش تعملوا سبسكرايب، تفعلوا الجرس عشان خاطر يوصلوكم فيديوهاتنا الجديده اول باول. صفحتي على الانستجرام فيها صور فيديوهات حصريه مش موجوده في اي حته تانية. اشوفكم على خير باذن الله في حتت تانية كتيره جدا. احمد حجاجوفيتش، سلام.